السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. إن شاء الله حابب أكلم حضراتكم في الفيديو ده عن الحالات اللي احنا بندي فيها حقن سيولة قبل العملية. احنا طبعا كلنا عارفين ان احنا لازم نمشي على أدوية سيولة بعد العملية، ولكن في حالات معينة بنفضل ان احنا ندي أدوية السيولة من قبل العملية، زي الناس اللي عندها مشاكل كبيرة في القلب، أو الناس اللي هي كان حصل لها جلطات في الساقين قبل كده، سواء لوحدها أو مع عملية معينة حصل لها جلطات في الساقين، فنفضل ان احنا ندي أدوية سيولة. كمان مع الأوزان العالية جدا زي ال 150 وال 160 كيلو، او معدل كتله الجسم بتاعهم معدي ال 40. كمان في بعض المرضى اللي هم ماشيين على علاج هرموني، زي مرضى اللي هم عملوا استئصال اورام بالثدي وماشيين على علاج هرموني، بنفضل في الحاله دي ان احنا ندي ادويه سيوله قبل العمليه، لان العلاج الهرموني بيزود من معدل حدوث الجلطات. وبكده التحضير الجيد للمريض قبل العمليه مهم جدا ان احنا نمنع جلطات الساقين تماما بعد العمليه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.